بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بكم في قناتي مطبخ تيستي بيتي. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه ورمضان كريم. من اول رمضان والفول هو الطبق الاساسي على السحور، كل يوم بنتسحر فول. اكيد كلنا زهقنا من اكل الفول بالطريقه العاديه، بس هنعمل ايه؟ هو الاكله الوحيده اللي بتسد معانا الجوع طول الصيام. هنعمل النهارده طاسه فول بالسجق واخده وش بيتزا، حاجه كده اخر دلع. هندلع الفول، هنتسحر فول برضه. وهعمل معاه كمان سلطه زبادي بالخيار. السلطه دي سحريه يا بنات، بتمنع العطش طول النهار وكمان بتبرد على المعده مهما كان السحور حامي. في الاول كده هنجيب شويه خضار ونقطعهم مكعبات صغيره، شويه فلفل الوان اصفر واحمر، بصلايه صغيره خالص، طماطمايه صغيره. هنقطع كل الخضار ده وما تكتريش عشان ما يجيبش ميه في الطاجن بتاعك ويخليه صايص. انا خدت بس ربع فلفلايه من الفلفل الاحمر والفلفل الاصفر، وخدت كمان قرن واحد بس فلفل حامي، ولو مش بتحبي الحامي ما تحطيش. حطي طاسة على النار، وأول ما تسخن انزلي بمعلقتين زبدة حلوين كده، ولما الزبدة تسيح انزلي بالبصلاية يا دوب بس تدبل، مش هنخليها تاخد لون، اللي هو بس تشرب المية بتاعتها ما تبقاش فيها مية. وهننزل بشوية بسطرمة، ممكن تحطي بدل البسطرمة سجق، وممكن ما تحطيش أي حاجة خالص، هتبقى حلوة جدا برضو. بقلب بقى البسطرمة كده لحد لونها ما يغير واحس ان هي دخلت في سوا. بحط عليها الطماطمايه، قطايه واحدة بس ما تكتريش، وأقلب القطايه كده لحد ما تشرب ميتها واحس ان هي ناشفة كده في الطاسة قدامي. هحط لها بقى شوية فلفل أسمر، نص معلقة كزبرة، نص معلقة كمون، وهحط شوية من الفلفل الملون اللي قطعناه. ما تحطيش الفلفل كله، احنا لسه هنستخدمه، احنا هنحط بس شوية صغيرين مع البسطرمة كده عشان يدوها طعم وريحة. قلبي بقى شوية لحد الخضار ما يدبل كده قدامك عشان ما يبقاش بيقرش. هنزل بنص معلقة ملح صغيرة بس عشان الخضار. ما تكتريش الملح لأن البسطرمة أصلا بيبقى فيها ملح وبتبقى حادقة، بنحط بس نص معلقة صغيرة. هنزل بقى بالفول. الفول ده متدمس في البيت وانا مضرباه بالهاند بلندر، لو عايزه تحطيه سليم حطيه سليم. بقلب الفول كده، واول ما يغلي ياخد غلوه بس كده ويتشرب بريحه البسطرمه وريحه الخضار. وعلى ما الفول ياخد غلوه هجيب بقى بقيه الفلفل اللي قطعناه وهحط عليه بيضتين، وارش عليهم شويه فلفل اسمر ورشه ملح بسيطه. ما تكتريش الملح عشان السحور. وقلبي بقى البيض مع الفلفل، ربيهم كده لما يدخلوا في بعض. خلاص كده هجيب بقى طاجن يكون بيدخل الفرن وافضي فيه الفول بالبسطرمه بالخضار اللي عملناه في الطاسه ده. نزلي كل الفول كده وساوي وشه، وبعد كده هرش عليه البيض بالفلفل. وزعي البيض بالفلفل على كل الوش بتاع الطاجن، وبعدين رشة جبنة حلوة كده. انا حاطة ميكس جبن موتزاريلا ورومي وشيدر. حطي انواع الجبن اللي بتحبيها، ممكن تحطي نوع واحد بس. رشة زيتون بقى. اتعاملي كأنك بتعملي وش بيتزا، كل اللي عايزة تحطيه زي ما بتحطي في البيتزا حطيه. بس كده الطاجن بتاعي جاهز، هدخله الفرن بس 5 دقايق الجبنة تسيح. ما بيقعدش في الفرن كتير، احنا مظبطين كل حاجة على البوتاجاز من فوق، يا دوب بسيح الجبنة وبيطلع. وعلى ما الطاجن بتاعي يطلع من الفرن هجهز بقى شوية زبادي بالخيار كده عشان يرطبوا على الأكلة دي. ببشر خيارتين 3 كده أو حسب الكمية اللي انت عايزاها. استخدمي وش المبشرة بتاع البصل عشان تبشر معاكي الخيار خشن، ما يبقاش ناعم ويجيب معاكي مية في السلطة. وهحط رشة فلفل ورشة ملح بسيطة وانزل بعلبة زبادي. وقلبي بقى الزبادي مع الخيار. ما تحطيش بقى لا ليمون ولا خل، احنا عايزينها حاجة باردة كده مرطبة على المعدة. قلبيها بقى كويس، وخلاص كده السلطة بتاعتنا بقت جاهزة. سحور حلو ومختلف وتجديد برضو في طريقة عمل الفول. طعمه حلو جدا يا بنات وفعلا مختلف، مش هتحس ان انت بتاكلي فول. والسلطة باردة جدا وهتبرد على المعدة طول النهار. طاجن الفول ده مش بس ينفع للسحور، ده ممكن كمان تعدي بيه يوم فطار في رمضان. لو مش عايزة تطبخي فراخ بقى او لحمة، هنزود بس جنبه شوية حاجات بسيطة، شوية بتنجان بقى مخلل، سلطة خضراء، سلطة طحينة، ممكن تعملي طماطم متبلة. كملي جنبه بأي حاجة واعملي فطار ليوم في رمضان. مش لازم يعني كل يوم عشان رمضان نعمل فراخ ولحمة، ممكن نعدي يوم كده فول بالطريقة دي، مسقعة، كشري، بتبقى أكلة حلوة جدا وبتريح المعدة يوم في الصيام. سلطة الزبادي بالخيار دي وهمية، اعمليها جنب السحور، اعمليها جنب الفطار، مرطبة جدا وبرضو بتريح المعدة. لو الفيديو بتاعي عجبك، لو طريقة الفول دي عجبتك، اكتبي لي رأيك في الكومنتات، وما تنسينيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناة لو محتوى قناتي بيعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.